داون دكتاتور. ارحل ارحل يا سيف. ارحل ارحل يا هتلر. ارحل ارحل يا هتلر. طيب السلام عليكم. زي ما ذكر الاخوان، انا ما حاعيد الكلام اللي هم ذكروه، لكن اليوم احنا زي ما انتم عارفين جايين هنا عشان نوصل رسالتنا لمجلس حقوق الانسان، المنظمه الدوليه لحقوق الانسان، وكذلك ايضا عشان نوصل صوتنا لشعبنا بالداخل انه احنا مع الانتفاضه ومع الشعب الاريتري. لذلك في بيان من اللجنه المنظمه اللي هو يعني اليوم الساعه 10 سلمناه للجنه لمجلس حقوق الانسان، والبيان هو بيان اللجنه المنظمه لمظاهره جنيف في رسالتها المفتوحه امام المجتمع الدولي وهيئات الامم المتحده، وذلك لمناصره الانتفاضه الشعبيه التي شهدتها مؤخرا العاصمه اسمر. نحن المتظاهرون الممثلون للجاليه الاريتريه المقيمه في سويسرا نتظاهر في هذا اليوم الموافق 10 نوفمبر 2017 امام مقر الامم المتحده في جنيف لكي نسمع صوتنا وصرختنا للمجتمع الدولي وهيئات الامم المتحده والمنظمه الدوليه لحقوق الانسان، وذلك للنظر لما يعانيه شعبنا الاريتري في داخل البلاد جراء الممارسات الهمجيه والقمعيه التي يمارسها النظام الدكتاتوري الحاكم في اسمر. يا جماهير شعبنا الاريتري السابق داخل الوطن الحبيب، لقد تظاهرت جموع كثيره من ابناء الجاليه الاريتريه المقيمه في دول المهجر لدعم المقاومه الشعبيه التي شهدتها مؤخرا العاصمه اسمره بقياده البطل الشيخ موسى محمد نور ورفقاء دربه الابطال. وهذه المقاومه الباسله والانتفاضه الثوريه الشعبيه العارمة يجب المحافظة عليها بالصمود والوحدة الوطنية والعمل المشترك لكي تشمل كافة المدن الأريترية. إن تعدي النظام الدكتاتوري على حرمات شعبنا وحقوقه ليس بجديدة، إلا أن مدرسة الديانة الإسلامية في أسمرة كانت القش التي قسمت زهر البعير لتدين لنا طريق الثورة والصمود في يوم 31/10/2017، وكسرت حاجز الخوف من بطش النظام الذي كان يتخيل أنه أسكت كل الأصوات الحرة من خلال ممارساته أبشع أنواع التعذيب والتنكيل. إلا أن هذا الشعب الأبي الرافض لمسح شخصيته وهويته الوطنية فاجأ النظام ليقول لجلاده كفى للظلم وللإهانة. بهذه المناسبة نحن أريتريي المهجر في سويسرا نعلن بأعلى صوت وقفتنا الكاملة مع انتفاضة شعبنا المظلوم، وسنعمل بكل ما نملك لنسمع صوتنا ونعكس صوت شعبنا ونعكس مظلوميته على الملأ وأمام المجتمع الدولي.